تن تن تن. اصحى يا نايم. كفايه نوم بقى. ده المسحرات اللي بيصحي الناس في العادي كل يوم في رمضان. انا بقى لا اهدى ولا يرتاح لي بالي غير لما يوميا اصحى على صوت رنة التليفون. الو استاذه ريهام، مع حضرتك مندوب جوميا. الو استاذه ريهام، مع حضرتك مندوب امازون. يا سلام. يا ترى جايب لي ايه النهارده؟ الطلب بيجي على كذا مره، قمه الاستمتاع. لما يجي يسالني حضرتك موجوده في البيت النهارده، لما بكون موجوده اهلا وسهلا، او اديله عنوان تاني بتاع اخويا لدرجه انه حفظ العناوين بتاعتي. هجيلك على العنوان ده ولا العنوان التاني؟ واحيانا ابقى في النادي، لا تعالى لي على هناك. يقعد يلف ورايا، او فجاه يرن يقول لي انا تحت البيت، حضرتك موجوده؟ اقول له اه اطلع. وفجاه وانا بستلم الاوردر اجي افتح الشنطه، يا نهار ابيض معيش فلوس. صح معيش فوري بس عايزه اسحب بالفيزا. طب يا استاذه ما قلتيش ليه؟ ما انت قلت لي انت موجوده، قلت لك اه بس الفلوس هي اللي مش موجوده. استاذنه، في منهم بيرضى ان انا هروح ورا الناصيه بس هسحب بالفيزا واجيب لك الفلوس، اتفضلي يا استاذه. واحد تاني قال لي طب بصي هسيب لك الاوردر وبكره هاجي احصل الفلوس. تاني يوم بيرن عليا، صحاني برضو من النوم، قمت افتكرت ان انا اصلا اليوم ده ما نزلتش وما سحبتش الفيزا. كانت هتبتدي خناقه. قلت له بقول لك ايه، روح سلمها عند اخويا استلم فلوسك. بس كده خلاص، منتهى البساطه. الشراء بقى حكايات وحكايات، شويه لبس، شويه اكسسوارات، شويه مستلزمات بيت، شويه اي حاجه اي حاجه في اي حاجه. المقصد هو الشراء عشان الشراء. عايزه الحاجه مش لازم، وتيجي الحاجه تترصص جنب اخواتها، لدرجه في البيت بقيت احاول الاقي لنفسي مكان في وسط الحاجه. وهناك في اخر الشقه في اوضه كده، مش بس الحاجات اللي بشتريها، لا ده الحاجات اللي بخزنها. كراتين بتاع التكييف تلاقي، كرتونه مبرد الميه تلاقيه، اي كراتين تلاقيه، ازاز اي حاجه، ازاز البلاستيك دي، علب الكان الفاضيه. كل ده هستخدمه في فيديوهات بتفرج عليها اللي هي حاجات الهاند ميد. هعملها لدرجه ابن اخويا بقى يمسك ايديهم قبل ما يرموا اي حاجه، استنوا اكيد ريهام هتعمل بيها حاجه. وبعدين بقى ايه احسن لحظه لما يجي يطلبوا مني حاجه واخش على الاوضه دي الاقيهم بيسبقوني على هناك. مغاره علي بابا هتتفتح لهم، عارفين ان فيها ما لذ وطاب. لدرجه كمان ان هم بيطلعوا اشاعات عليا ان انا مخبيه جوه فلوس. الحرامي لو جه مش هيتوه خالص في الشقه، هيلاقي كل اللي هو عايزه. مش بس الحاجات دي اللي انا بحتفظ بيها، لا، تذاكر المترو تلاقي. كان في فتره كده عندنا مترو حلوان المكن كله بايظ، فيا استاذه خدي التذكره معاكي، هرميها على الارض؟ لا، احطها في الشنطه وانسى واحط الثانيه واحط الثالثه لغايه ما الاقي مجموعه كده اشيلهم. اصوم هيفكروني بان انا اليوم دوت رحت وجيت. تذاكر اتوبيس، تذاكر سينما، تذاكر مسرح، كل دي ذكريات. كل حاجه هتفكرني باليوم ده، انا رحت فين وجيت منين وهكذا. في الاخر اكتشفت ان احتفاظي بكل الحاجات دي هو ان انا خايفه ان انا افقد حاجات كتير، وخوفي الاكبر من ان انا افقد ذكرياتي.
بحلم وانا بعيش ما العنش وازاي، وانا ويايا بعيش زي المليونيرات. بحلم وانا